طب عندنا دكتور برضو قصة، أنا عارف إن قصة قوية جدا، اللي هي مؤامرة الحريم، مظبوط كده؟ أيوة. اللي هي رمسيس الثالث. ممكن تحكي لنا عن القصة دي، لأن القصة دي كشفتي فيها حاجات كتير وكان اكتشفنا فيها حاجات كتير جدا. طيب، الملك رمسيس الثالث بيتقال عليه ان هو اخر الملوك العظام فعلا. يعني هو حمى مصر بشكل كبير جدا من الغزاة القادمين من الشمال، يسموهم أهل البحر، اللي غالبا كانوا جايين من جزيرة كريت في أوروبا، وحمى مصر من الليبيين. ويعني هو كان رجل عظيم قوي، إلا أن في طريقة موته مش معروفة خالص. في بردية محفوظة في تورين اسمها البردية القضائية. البردية القضائية ديت عبارة عن 4 محاكمات تمت لمؤامرة قصر، تم تسميتها بمؤامرة الحريم. احنا من خلال البردية ديت عرفنا بما لا يعني يقطع الشك، يعني بشكل دقيق جدا، ان في مؤامرة على حياته من القصر، قادتها زوجة من زوجاته ال3، هي الملكة تي. الغرض منها انها وضع ابنها من الملك رمسيس الثالث الامير بنتاور بدلا من الملك بعد قتله، واستعانت بالحريم اللي في القصر، علشان كده اتسمت مؤامرة الحريم. واتقال ان هو تم الكشف عن المؤامرة، نمرة 1. نمرة 2، تم القبض على المتآمرين. نمرة 3، تمت محاكمتهم، انت عملت كذا يقول لك يقول لك لا. وتم تنفيذ حكم الإعدام في العديد منهم. والأمير بنتاور قالوا له انت قتل نفسك، لأن هم ما يقدروش يقتلوه ان هو أمير. طيب ماشي. طيب، حد قال حاجة عن الملك؟ لا. والملكة كمان محدش قال عنها حاجة. ليه ما ينفعش يقول لك عملنا ايه في الملك؟ اوكي، بس حد قال الملك ما نعرفش الملك عمل. هل الملك طب نجي؟ هي المحاكمات باديه بالملك بيقول ايه؟ اعملوا العدل، وده فصل للسلطات. هو بيقول لهم انا كسلطه قائله انا بعيد، بس ما نعرفش مين ده. هل رمسيس الثالث ونجي وقال للمحاكمه اعملوا ولا ابنه، اعملوا العدل، ولا ابنه؟ ما نقدرش نعرف. اوكي، وفضلت المواضيع دي كلها. انتوا عارفين جثمان المحنط للملك رمسيس الثالث، ودي الطريقه المحترمه الواحد ما يقولش موميا. الجثمان المحنط للملك رمسيس الثالث تم لقيناه في سنه 1881 في الخبيئه، وراح للمتحف المصري، كان في بولاق وكده. المهم يعني، وتم ازاله اللفائف. فاكرين الحفلات؟ تمت ازاله اللفائف بس بطريقه رسميه بواسطه ماسبيرو، اللي هو كان مسؤول عن الآثار المصرية وفرنساوي. وفي وجود الخديوي، وفي وجود كده. كشف اللفائف عن كل المومياوات الملكية، ما عدا جه يحاول على الملك رمسيس الثالث اللفائف لازقة، حاجة غريبة. لا غريب. فالمهم ايه، لف لغاية لما كشف الرقبة، ومن أول الوجه ومن أول الرقبة ما عرفش يكشف. الخديوي قال له أنا ماشي. وترك المومياء متروكة لغاية الآن، من أول الرقبة لغاية القدم. أيوة ملفوفة وما نعرفش جواها إيه. فلما عملنا الأشعة المقطعية كجزء من مشروع سنة كام بقى؟ كانت الكلام ده سنة 2010. حلو. فلما عملناها وشفتها وكتبت المعلومات اللي عنها في كتاب اسمه فحص المومياوات مع دكتور زاهي حواس، لقيت ايه؟ لقيت حاجة غريبة قوي. لقيت ان في قطع في رقبة الملك رمسيس الثالث، قطع غائر عريض. وده قبل التحنيط، لان اول حاجه ما هو التحنيط دخل جوه الجرح. بالظبط، دخل جوه الجرح. وكمان انا هاجي اشتغل مع حضرتك يلا. واللفائف زي ما هي. طيب، وديت القطع ده، هل هو قاتل جدا؟ لان هو اكيد قطع اللي هي القصبة الهوائية، وقطع الشرايين. فده يعني ده ذبح كده. ده لا مش كده بقى، ده من ورا. غدر.
من ورا دي كده. هو لا ايوه برافو عليك، هو حد متآمر بخنجر مدبب. هقول لك ليه عرفت انه مدبب، وجاي من ورا الملك وراح واصل لغايه لما وصل للعظمه. هو كان وراه بس ضربه من قدام يعني. هو جاله كده بالظبط. وصل للعظمه لدرجه ان انا شفت حته مكسوره من العظمه، عشان كده قلت لك ان هو من خنجر مدبب وغميق وصل. وبعد ما وصل للعظم راح نحره بشكل عريض قوي. طيب هتقولي ليه وصل للعظم وبعدين نحره؟ ليه وصل للعظم؟ ليه وصل للعظم؟ عشان عايز يعني دخل بكل قوته يعني. ايوه مش ده داخل هيموت من ضربه واحده. يعني احنا مش بنهزر. ده هيموت. ومش بس بقى كده، انا لقيت كمان في القدم قضيه انتقام. لا مش انتقام، ده شره السلطه. ده بيكتب مسلسل على MBC. انا قلت احط التاتش بتاعي يعني، ما وقفتوا انتوا على دي. ما انا قلت على فكره حاجات كتير وعدت. لا استنى بقى هقول لك بس. انا لقيت في قطع في الصابع الكبير بتاع رمسيس الثالث، بتر الصابع مبتور، وده ولم يلتئم. ده معنى كده ان هو ده قبلها على طول، مش حاجه مثلا حادثه او كده. وده ما يجيش غير من مهاجم تاني ببلطه وراح ضرب ده عمل عليه حفله يعني. برافو عليك. ضرب قدم الملك رمسيس الثالث. فانت عندك ايه؟ عندك دي مؤامره. ده واحد من ورا وواحد من قدام تحت. فانت اول حاجه تقول لي طب مين الاول؟ كنت لسه والله العظيم بفكر في كده، تصدقي؟ اللي في الرجل قدام. برافو عليك. بيلهيه عشان التاني ما وقفش. طب هقول لك ان ده هو ده دي طريقه الاخذ الطار في الصعيد لغايه دلوقتي، عشان نقطع رجله. ايوه. اول حاجه قطع الرجل ده بيسبب الى ربكه، ونفسيا هو انهار، فيتم الاجهاز عليه بالذبح بقى وكده. احنا فكانوا بيثبتوا الاول بعد كده الثاني بيخش. شوف الهويه المصريه. الهويه المصريه احنا ما فيش حاجه اختلفت. يعني لو اي حد عايز يهجم على مصر دلوقتي، هو دلوقتي عارف كل حاجه من ايام الفراعنه، مفيش اي حاجه اختلفت. فبالتالي انا بقول ان ديت كرايم سين انفستيجيشن. عارف CSI؟ ايوه CSI ده كرايم سين انفستيجيشن. لانك انت تتخيل معايا الملك قاعد وفي كان مدينه هابو، كان في القصر بتاعه وسط الحريم بتوعه، وجت له حركه الغدر ده. انت تتخيل الدم اللي خارج، تتخيل الكايس والهرجله والفوضى اللي حصلت في القصر. وبعد كده الحراس قبضوا على المتآمرين. يعني انت المنظر كامل جاء في دماغك. بس احنا عرفنا ايه؟ ان تم قتل الملك رمسيس الثالث من مؤامرة الحريم. فبالتالي احنا بنقول اعادة كتابة التاريخ، وده نشرناها بشكل علمي في يعني في البريتش ميديكال جورنال مع دكتور زي حواس. ومره اخرى نشرت كمان عن القطع والبتر والحدوته بقى بتاعه الكرايم سين انفستيجيشن. دي اخره اللي اتجوز 3. ما شفت ما ده بقى اللي بيحصل. انت بتجيب التايه. عارف ليه؟ لان هو الطبيعي. ليه ما حصلش كده في الملوك الاخرين؟ انت بتجيب التايه. عارف ليه؟ لان رمسيس ده بيتعلم من اخطائه. ما هو مصري زي رمسيس الثالث بالظبط على فكره. يعني انا مصري جديد بس مش قوي. هتلاقي الحلقه جاي لما مؤاخذه صباعه مبطوط لابس جزمه سيفتي. المصري القديم الملك كان عنده ايه؟ الملك يقول انا ديت الزوجه الملكيه الاولى، خلاص ابنها هو اللي يورث. رمسيس الثالث برغم مش هو المحارب، اخر المحاربين العظماء، كان قلبه رقيق. كان عنده 3 زوجات، ولكنه لم يحدد من منهن الزوجة الرئيسية. فبالتالي الموضوع مشاع. فجت الملكة من ملكاتي قالت لا ده ابني طنطاور. قالت له انا اعيش في جلباب ابي. نكمل قصة ان احنا عملنا الاشعة المقطعية لطنطاور للامير. عملته للامير كمان. للأمير. احنا ما كناش نعرف ان هو الامير. ديت مومياء غريبه جدا اتلقت في الخبيئه الملكيه اللي هي في الدير البحري سنه 1881. كل المومياوات جميله، قافله بقها وسيرينيتي، وعاملين كده. موميا واحده فيهم فتح بقه صرخ. المومياء الصارخه، ودي قدامه ومربوطه
جلد شاه بجلد شاه، شيب سكين. والمصري القديم كان يعتقد ان جلد الشاه حاجه نجسه. فلما عملنا له الاشعه المقطعيه لقيت ان هو يعني بالكاد متحنط، الاحشاء كلها لا زالت موجوده جوه، وشويه بس ملح محطوطين في فمه. الدي ان ايه بقى اثبت ان هو ابن الملك رمسيس الثالث. طيب معنى كده ان هو ده الملك الامير اللي قالوا له ايه، اقتل نفسك. اوكي. فهو ديت المرحله، الوقت اللي هو مات فيه ميته يعني مؤلمه، لدرجه ان هو كان بقه مفتوح ومات وتقلص على هذه الوضعيه. بس ممكن يكون مات ازاي؟ قتل نفسه ازاي انه يفضل بقه مفتوح؟ قصدي ما نعرفش مات ازاي، بس هو مات ميته مؤلمه لدرجه ان هو لا، ما فيش مثلا اثار ده، ما فيش اثار تقدر تقول ان هو مثلا شنق نفسه او شرب سم ده او غالبا كده. حط حاجه في بقه. لا، هو مات وهو متألم ففتح بقه. طب ما هو ممكن حد على فكره في الموتى البق بيتفتح، بس اللي بيحصل ايه لما يكون في صريخ فبيتشنج. لا، لما يكون دي حاجه ولا بس لما يكون في حد حواليه ومهتم مش بيربطوا الراس بالفك عشان ما يسقطش. ليه؟ لان هو لو سابوه مفتوح وسابوه فتره هيدخل في التشنج الرمي، فهو يتشنج على هذه الوضع وما يفكش الا لما جسمه يتحلل. فلما بيكون انا مثلا انا هاممني الشخص ده فبروح ربطاه كده، هما سابوه. طيب سابوه، طب حنطوه ليه؟ عشان يبقى عبره. برافو عليك. وعشان ايه كمان؟ انت مت قبل كده يلا ولا ايه؟ عشان كده بس اي قصه فيها ثلاث عشان كده ايه، عارف ليه؟ عارف لو الجسد ده بقى هباء، لا حياة آخرة لك. هم عايزينه في الحياة الآخرة عشان يعذبوا اللي جابوه اللي هو رمسيس الثالث. فبالتالي فدي القصة لا يعني ده بيعذبوا مش رمسيس الثالث، بيعذبوا هو الأمير بنتاور. ما انا بقول لك طيب هو فهمش اللي ماشي. طب والأم حصل لها ايه؟ الملكة تي حصل لها ايه؟ لقيناها ولا ما لقيناهاش لسه؟ ما لقيناش لحد دلوقتي بندور عليها. خد بالك لو لقيناها هتلاقيها طبعا ماتت من الحسره، جوزها وابنها ماتت من الحسره. دي تلاقيها دي هي اللي تلاقيها هم عملوا فيها حاجه، بس ادبا من المصريين ما قالوش انهم عملوا ايه في الملكه، ما ينفعش، عيب. بس احنا عندنا اشعه بقى مقطعيه دلوقتي. ايوه انا عايزه اعرف ان شاء الله نلاقيها.